بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخواني، اليوم ردنا نوضح لكم طريقة زراعة بذور الناعمة. مثل ما تشوفوها بذور ما تنكمش بالإيد، ما تنزرع بذرة بذرة. فشلون نزرعها؟ نزرعها عن طريق النثر بالسنادين، تربة بيتموس 100%، وتنثر البذور بهالطريقة هاي. شوفوا اخوان، يعني المغلف كله ترشه يعني الغرامين بسندانة حجم 24. نسبة الانبات مالته مو يعني تقولون فيهم بالالاف البذور، مو راح يطلع لك الاف بهالطريقة هاي. طبعا التربة رطبة اذا تلاحظون، هاي رطوبتها. تسقيها الصبح، تجي العصر تزرع بذورك مثل ما موضح قدامكم. شو تسوي بعدين؟ الشغلة المهمة بتموس مقدار هالكمية هاي تلاحظوها قدامكم. تنثر البذور نثر خفيف مو هواي، حتى شنو ما تندفن البذرة أكثر من اللازم. يفضل البيتموس يكون نظيف. شو هاي النوعية هاي جبتها ما ينصحون. كانوا هنا بالعراق يغلفون، استغفر الله وش يسوون. المهم يعني كان البيتموس اللي يجيك مستورد كلش راقي. هالطريقة هاي إن شاء الله تكون نسبة الإنبات تكون عالية. تنطيها سقية مبيد فطري وتدخلها ببيت بلاستيكي والسقي. إذا شفت التربة مثل هذه، هاي ما محتاجة مي، هاي بعدها شوفوها، هاي محتاجة. شوفوا الشكل هذا. انت سطح التربة هو يحكم لك بزراعة البذور او الاقلام. سطح التربة قبل ما ينشف يعني بشوية انت ترشه مي او مبيد فطري او السماد الاوتونيكي. هاي حبينا نوضح لكم طريقة زراعة البذور الناعمة، ووضحنا لكم البذور المتوسطة الحجم والبذور الخشنة والبذور اللي تحتاج تنقيع والبذور تحتاج قروض. فصارت كلها واضح عندكم ومنشور بالقناة. تحياتي والسلام الجميع، مع السلامة.